لو انت شغال في مجال الماركتنج فانت اكيد سمعت عن المصطلح ده وهو الباير بيرسونا. ايه هو الباير بيرسونا؟ الباير بيرسونا هو تحليل تفصيلي لشخصيه العميل او شخصيه المستهلك بتاعه، يعني العميل اللي بيشتري مننا ده سنه عامل ايه، نوعه ايه، اهتماماته ايه، سلوكياته ايه، اللوكيشن بتاعه ايه، كل ده لو جمعناه في شيت واحد هيكون هو عباره عن الباير بيرسونا الخاصه بالبراند بتاعنا. بس للاسف الباير بيرسونا على قد ما هو مصطلح مشهور جدا جدا وكلنا بنسمع عنه، بس مش كلنا بنعرف نعمله. عشان كده انا جايب لك النهارده اداتين مهمين جدا تقدر تعمل بيهم الباير بيرسونا الخاصين بالبراند بتاعك. اول اداه معانا وهي اودينس انسايتس. الاودينس انسايتس هي اداه موجوده في كل السوشيال ميديا بلاتفورم اللي بتران عليها اي حمله اعلانيه، وهي اداه موجوده جوه الادز مانجر اللي بقدر من خلالها احلل تفصيليا العميل بتاعنا من ايج رينج، من لوكيشن، من جندر، من كمان الكانتريز اللي العميل بتاعي متواجد فيه. ودي اداه لطيفه جدا تقدر تدخل عليها في كل بلاتفورم انت بتشتغل عليها، ايا كان ميتا، ايا كان اكس، ايا كان تيك توك، وتدخل على اداه الاودينس انسايت تكتب له بس اللوكيشن اللي انت بتوفر فيه المنتج او الخدمه مع كمان الفيلد بتاعك او المجال اللي انت بتشتغل فيه، وقابل بقى على كميه الداتا اللي التول هتطلعها. وكمان عندنا اداه ثانيه مكمله ليها وهي adtargeting.io، ودي اداه لطيفه جدا تقدر توفر لك مجموعه من الاهتمامات المناسبه للمجال بتاعك في ميتا وكمان في تيك توك. تقدر تغش منها الاهتمامات المناسبه للمجال بتاعك وتبدا على طول تحطها جوه الحمله الاعلانيه المموله. فدول كانوا اداتين يقدروا يوفروا عليك وقت ومجهود كبير.